ماشي ضروري تمشي لأماكن مسكونة بالجن باش تقدر تلبس أولا يسكنك الجن، وماشي ضروري تخوي مسخون في أماكن الخلاء أولا يسكنك الجن العاشق أو الأسباب متعددة. ومن بين هاد الأسباب اللي تقدر تسبب ليك في لبس وهو كتب ديال السحر أولا كتب تحضير الجن، وهذا هو الموضوع ديال هاد الحلقة. هاد الفيديو أو هاد القصة فيها عبرة كبيرة، كيف ديما في القصص اللي كنلوح لكم فضروري كتكون العبرة في الاخر. تفرج حتى الاخر وتسنت مزيان وفهم المغزى ديال القصه، باش حتى انت دير اتونسيون من شي حوايج، او لا عندك شي خوك صغير او ولد عمك او لا صاحبك او لا اي واحد كتشوفه كيفكر بهذه الطريقه، او الناس كاينين ما عارفينش، فتقدر تنصحهم وحتى انت دير اتونسيون مع هاد المشاكل. حيت البطله ديال القصه او الضحيه ديال القصه فراها بنت صغيرة وقدرات تحضر جن كافر أو خادم كافر بالغلط. وهنا كتكمن الخطورة ديال الأمر، هو أنك درتي واحد الحاجة بالغلط وانت ما عارف عليها والو، كيفاش وعلاش وفوقاش وكيفاش بدا وكيفاش سالا هاد الشيء. فتشبع معايا حتى الاخر باش تفهم وتعرف كل شيء. وباش تفهم مزيان وتعيش مع القصة فضروري خصك دير واحد القضية، دير الكيش ديالك، شد بلاصتك وطفي داك الضو، ويلا نعيشوا القصة. وإلا كنتي أول مرة كتفرج فيا وكيعجبك عالم الرعب والقصص فكيف ديما مرحبا بك، نكبروا العائلة. شارك في القناة، خلي لي واحد لايك وبارطاجي مع صحابك وكومونتير فيه الرأي ديالك باش هكا الفيديو انتشر بشكل أكبر والفيديو يوصل للناس كتر. هادشي غيحفزني حتى أنا نجيب قصص كتر، وما كاين غير بيكي ليا الأدرينالين الفوق. يلا على مولانا. عائلة جد عادية، هي أمها وباها وخوتها صغار. عندها واحد بنت خالتها كتجي لعندهم بزاف، ولات صديقة ديالها بزاف رغم أنها كبر منها كيف قلت لكم ب6 سنين 7 سنين، وديجا مزوجة ديك البنت. رغم الفارق الكبير في السن فكانوا ديما انفو كتجي عندها بنت خالتها كيطلعوا للفوق، ديما فين يجيو انفو كيسلموا على بعضياتهم كيطلعوا للسطح. فالام ديال حنان هنا غيدخلوها الشكوك وغادي تبغي تعرف علاش كيطلعوا ديما للسطح. وجات سولاتها، قالت ليها انتي علاش ديما طالعه مع بنت خالتك للسطح وكتبقاو جالسين لساعات طوال، شنو كديروا في هذا السطح؟ قالت ليها حنان لا ماما راه كنطلعوا للفوق كنبقاو نهضروا، راه عارفه العيالات والبنات وكذا، راه كنبقاو نديو نجيبو في الهضره وشادين النميمه في هذا وكنقراو شي كتوبه، صافي هادشي اللي كاين. قالت ليها ما ديالاش هاد الكتوبه؟ قالت ليها باللي بنت خالتها عندها واحد الكتاب ديال الثقافه عامه وكذا، وهنا حنان راها كتدوي من نيتها، ما فاهمه ما عارفه والو. من بعد حنان سولات بنت خالتها وقالت لها شوفي راه ماما خاصمت عليا وقالت لي علاش كطلعوا للسطح بزاف، شنو نقول لها ديالاش هذيك الكتاب وراه هضرني راسي حتى انايا، قولي لي نعرف ديالاش. الاخرى شنو قالت لها؟ تصنت، قالت لها باللي ديك الكتاب فراه فيه غير شي حوايج زوينين كيخليني ديما مصالحه مع راجلي وما كندابزوش وكيصلحنا وكذا. مهم خلاصه القول قالت لي هذيك الكتاب راه غير ديال الخير. حنان هنا مسكينه باقا صغيره وما عارفه حتى شي حاجه وتيقات ديك الهضره اللي قالت لها. اراك واحد النهار جات لعندها كيف العاده، سلمت على العائله، جلسوا واحد ال5 دقائق معاهم، وتقول لها يلا نطلعوا الفوق. طلعت هي وحنان وتقول لها شوفي نطلب منك واحد الطلب. حنان ظريفه قالت لها مرحبا شنو خصك؟ قالت لها انا ما نقدرش ندير واحد القضيه ولكن بغيتك انت ديريها. هنا فين غيبدا الفيلم. قالت لها شنو هي هاد القضيه؟ قالت لها انت شوفي كاين واحد الصفحه غنوريها لك في الكتاب فيها شي رموز وفيها شي كتابه، بغيتك هذاك الشيء اللي كاين في الصفحه ديري ليه كوبي كولي في واحد الورقه اخرى غنعطيها لك، وغديري هكا وغديري هكا وغديري هكا. حنان ما عارفه حتى شي حاجه، قالت لها مرحبا صافي. طلعوا للسطح تقابلوا مع القمره ديال القمر وعطاتها الشمع دوراتهم عليها، وقالت لها هاكي هاد الشمعه غتكتبي بهم هاد المسائل اللي غنقول لك. وريتها الصفحه اللي فيها الرموز وفيها دوك المسائل وقالت لها هانتي ها هما نقليهم. المسكينه حنان ما عارفه حتى شي حاجه، وديك الشيء اللي كان في هذيك الصفحه فهو رموز وعباره عن طلاسم وشي حوايج كيتعلقوا بالشعوذه. حنان مسكينه جالسه كتكتب وكتنقل داك الشيء على نيتها، وهي راه في نيتها زعما راني كندير معاها مزيان وكندير غير الخير، والاخرى جالسه بوحديتها وكتشوف. ما عليناش، سالات داك الشيء اللي خاصها ديرو
وقالت ليها ها هو ساليته. صافي بنت خالتها شنو دارت؟ خدات الورقه، سدات الكتاب وقالت ليها شوفي انا غندي معايا الورقه وهذا الكتاب غنخليه لك، خليه عندك. قالت لها صافي ماشي مشكل. مشات بنت خالتها وبقات هي. دازت واحد اليومين، اراك حنان غيجيها الوسواس وغتبغي تعرف شنو كاين في داك الكتاب وغتبغي تقراه، غير ما قال ليها عقلها. حنان كتحل الكتاب باش تشوفو وتقراه. صدقت قاريه واحد 6 أو 7 ديال الصفحات، وللاسف داكشي اللي قرات كان عباره عن طقوس لتحضير خادم كافر من الجن. تخيلوا معايا ان فوا سالت القرايه ديالو، حساش بالهواء والبرد جي لجيتها وخاصها يبدا السرجم. حسات بالضيق في الصدر ديالها، حسات بواحد الاحساس خايب بزاف ما عمرها حساتو. تم مشات كتجري عند امها وقالت ليها شنو كاين شنو كاين، وراه قريت داك الكتاب اللي كتخليه عندي بنت خالتي. امها ما عارفه حتى شي حاجه من هذا الشيء، في بالها انهم كيقراو شي كتب اللي مزيانه وعاديه. هي تقول لها ديال هاد الكتاب هذا اللي قريتي؟ تقول لها هذه علاش هذه علاش هذه علاش. وقالت ليها باللي بنت خالتي قالت لي بان هذا الكتاب كيصلح بين الزوجين، ولا مثلا دابز مع راجلي كيرجعوا ليا وكذا. امها اين فوا سمعت هاد الهضره فهمتها طايره ويتغوت عليها وشبعاتها سبان وقالت لها شوفي عندك 2 حوايج. الحاجه الاولى، هذيك بنت خالتك اخر مره غتجي عندنا للدار، وإلا جات راني غنشبع فيها معيور، قولي ليها ما تبقاش تجي عندنا. وثاني حاجه وهي داك الكتاب، عندك 2 اختيارات، يا اما تمشي دابا تلوحيه او لا غطي يصبح الحال وغتمشي تلوحيه، يا اما غترجعيه ليها، وإلا شفتو مازال عندك راه غندير لك وندير لك وندير لك. بنتها مسكينه النيه داكشي اللي دارت، عيطات ليها قالت ليها شوفي راه ماما لقات عندي داك الكتاب وشنو وقع شنو وقع، راه ما عجبهاش الحال وما بغاتكش تعاودي تجي لدارنا، والكتاب راه قالت لي لوحيه ولا رديه ليها شنو بان لي. قلت لها لا 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 لا، عندك تمشي تلوحيه، غادي نتلاقاو انا وياك في شي بلاصه وغتعطيه ليا. صافي داكشي اللي كان، خدات الكتاب ورجعت لدارهم. راك اسيدي غير دازت واحد الايام قليله، حنان ولات كيجيوها شي كوابيس وشي احلام ماشي هما هادوك. اول ليله غيوقع معاها هادشي، شنو شافت واحد الوحش او لا بصالح العباره جن، الشكل ديالو حمر وشاعل بالعافيه وعنده القرون وشي تخربيقات، مهم على حساب الوصف ديالها وكيخلع. شنو وقع؟ جا شدها من شعرها وتم غادي بها في واحد الطريق طويله طويله، واخر نقطه فيها مظلمه ما كيبانش الضو نهائيا. هذا اول كابوس كتحلمو حنان. فاش فاقت لقات باها امها خوتها عمامها شي ناس كانوا عندهم كاملين معرمين عليها وكيفيقوا فيها. حنان هي تفيق، حلات عينيها لقات الجوقه دايره بها. قالت لباها مالك؟ قال لها مالي انت اللي مالك، من الصباح وانت تغوتي وما قدرناش نفيقوك، يلاه دابا فقتي. هنا حنان تصدمات وربطات هاد الهضره اللي قال ليها باها مع الكابوس اللي شافت، حيت مازال كون شافت غير داك الكابوس وفاقت بوحديتها تقدر تقول راه غير حلمه ودايزه. ولكن تقضي وقت طويل وانت كتغوت وما قادرينش يفيقوك، وفي الاخر فاش تفيق تلقى بزاف ديال الناس مجموعين عليك، فهاد القضيه راها خطيره نوعا ما، يعني شي حاجه كاينه تما. مهم العائله ديال حنان قالوا بان هذا مجرد كابوس وهذا الشيء كيوقع، ولكن اللي خلى ان باها وامها ما ياخذوش الامر بجديه وهو ان هذه القضيه اول مره كتوقع، يعني ما مولفاش ليها. قالوا راه غير شي حاجه ودايزه. قالوا ليها نوضي تصلي واحد 2 ركعات ونسي فراه غتصبحي مزيانه. مشات دارت داكشي وصبح الحال نورمال. راك سيدي مع الايام ولا كيتكرر داك الكابوس، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، داك الكابوس ما بقاش كيبغي تفارق معاها. دازت واحد 4 ايام ديال العذاب ما كتنعش، كتحلم نفس الحلمه، نفس الوجه، نفس الشخص كيدير ليها نفس الفعل. الوغ باها امها قالوا ليها غنديوك عند شي راقي، راه صاحبي امام في الجامع غنديوه وهو غيقول لنا شنو كاين. هذاك الامام ما كانش يعني شي واحد اللي متمكن ديال بصح، ولكن على الاقل قدر يشخص الحاله ديالها وقدر يعرف شنو عندها. المهم قال ليه بان بنتك دارت شي فعل غلط، وقال ليه بانها سكنها جن او لا خادم كافر، وهذاك الجن ما كيسكنش او ما كيحضرش الا درتي واحد الطقوس معينه. باه تصدم وقال دابا كي غنديروا لهذا الشيء؟ قال لي شوف ان شاء الله غيكون خير، خليها دوز معايا واحد الحصص وان شاء الله غادي نتمكنوا من هذا الجن الكافر وغادي نخرجوها منه. هنا الامام في الاول
خدا الامر ببساطه وقال راه غير حاله وفايته وغنقدروا نخرجوها. ما عارفش باللي هذاك الجن او لا الخادم الكافر اللي سكنها فهو صعيب المنال. المهم، الحصه الاولى، الحصه الثانيه، الحصه الثالثه، الرابعه، الخامسه، دازت شي 20 يوم وهي مسكينه في نفس الحال. وباها ديما كيمشي معاها وكيشوف داك الاحداث ودوك الافعال وديك الهضره اللي كتصدر منها. فما كيبدا يقرا عليها القران وكيبدا يرقي فيها، فراه هي ما كتبقاش حاسه وما كتبقاش عاقله على شنو وقع، وكتولي واحد اخر. حتى الحركات الجسم ديالها في الظهر ديالها كيتقوس، يديها كيوليو في واحد الحالات اخرى، عينيها كيخرجوا، الصوت كيتبدل، كيبدا يتعاطى مع الامام اولا داك الفقيه ديال الجامع او العراقي ان صح التعبير. فكيولي يترد معاه سؤال جواب، وماشي هي اللي كانت كتهضر وهذاك ماشي صوتها والبنت باقا صغيره. يعني كاين واحد اللبس اللي واضح. مسكين داك الامام ديال داك الجامع دار اللي في جهدو وعيط لباها، قال لي شوف البنت ديها السبيطار، ما ربما يكون عندها شي نوع من الصرع اللي الاطباء كيفهموه وعارفينه. انا كاع داكشي اللي نقدر نديرو فراه ديجا درتو وما بقى ليا ما نزيد. هادشي اللي كاين صافي. داكشي اللي وقع، مشى باها وداها للسبيطار، قلبوها، داروا لها التشخيص الصحي ديالها، ما لقاو عندها حتى شي حاجه. الصحه ديالها من الناحيه الطبيه فهي بيرفكت، يعني مزيانه، ما عندها والو. عطاها غير شي فانيد وشي ادويه باش تكالما وتخليها تنعس بسرعه. من موراها قلبوا على واحد الراقي اخر، وداك الراقي كان مزيان ولكن تشبع معها حصص، والمفعول ديال هذا الراقي كان اكثر نوعا ما من الراقي اللي قبل. غير هو المشكل ما تحيدش 100%، ما بقاش كطيح بزاف، ما بقاش كتحلم بزاف، انما داك الشيء باقي وكاين. مع الوقت يا سيدي جا عندها واحد الراجل بغى يخطبها، خطبها، الامور تيسرات وتزوجات. من مور ما تزوجات راجلها قال لها خصنا نقلبوا على شي دار. وفعلا مشاو كيقلبوا على دار ولقاو واحد الدار اللي هي كبيره. لتحت ساكن مولاها، الفوق كاينه طبقه والطبقه اخرى من فوقها، الوسطانيه مسكونه يعني فيها ناس، وهذيك اللي خاويه هي اللي غيشدوهما. رغم ان هذيك الطبقه اللي يسكنوا فيها فهي ما نقياش بزاف، موسخه واحد شويه بحال اللي قلتي ما مصلوحاش مزيان، ولكن راه ما عندوش الفلوس ديال ديور غاليين. وقال لها حنان غناخذوا ديك الطبقه غادي نسكنوا فيها وغنحاولوا نصلحوها ونعيشوا فيها، فراها رخيصه نوعا ما. حنان قالت ليه انا ما عنديش مشكل نمشيو ونسكنوا فيها، ماشي مشكل. دازت مده عاوتاني، صلحوا الدار، قادوها، ريقلوا الامور وتحولوا لتما. الوغ الحياه ستابل والحياه جميله. داكشي اللي كان كيوقع الحنان فراه كيوقع مره. راجلها كان كيمشي الخدمه في الصباح، صافي الحياه مستمره وهي كتبقى بوحديتها في الدار وما كيوقع معاها والو، عايشه عادي. واحد الليله في الليالي كانوا ناعسين عادي، حنان ضربات رفيقه ومشات للحمام. يلا غادي تحل الباب ديال الحمام، والحمام اللي عندهم فيه واحد السرجم كيطل على الشارع، وهي تلاحظ بان كاين ضوء في السرجم، وهي تطل بحال هكا وهي تلقى العافيه شاعله عندهم لتحت، وهي تخرج كتجري كتعيط على راجلها وقالت لي العافيه شاعله. وين ولد راجلها كيجري هبطوا لتحت ما لقاو والو. ولكن الغريب هنا ماشي انهم ما لقاوش العافيه، الغريب هو ان ديك العافيه بحال تحولات، شعلت ليهم في البلاصه اولا الطبقه فين ساكنين هما يطلعوا كيجريو فاق مول الدار، فاقوا الجيران، دخلوا عندهم، جاو رجال الاطفاء، طفاو ديك العافيه وصافي وصلحوا الامور وكملوا العيشه ديالهم عادي. قالوا هذا مجرد حريق وصافي. مع الوقت مراتو كيجيها الملل وكتقول ليه راه كنخاف نبقى بوحديتي وكذا. قال لها نجيب لك قطيط غيبقى معاك. وفعلا هادشي اللي دار، جاب ليها واحد القطه وقال لها هيا خليها معاك تونسك. حنان عجبها الحال بزاف حيت عزيز عليها القطوط. راك واحد النهار راجلها خدام ويتقطع عليها الضوء، وكانت غير بوحديتها في الدار هي وديك القطيطه. شنو دارت؟ شعلات البيل ديال التليفون وحطاتو وبقات جالسه في بلاصتها. فجأة هي تسمع واحد الحركة اللي الصوت ديالها واضح في الكوزينة، يعني ماشي شي حاجة اللي خفيفة كنسمعوها في الدار كتقول هاني راهي شي حاجة طاحت أو شي حاجة تحركات. سمعت واحد الحركة اللي واضحة كاينة شي حاجة في الكوزينة. هذيك القطيطة مشات كتجري الكوزينة، اون فوا وصلات هي دير واحد الصوت خايفة وهي ترجع كتجري تخبات من مورا حنان. يعني القطة شافت شي حاجة
ماشي هي هذيك. رجع راجلها من الخدمة وقالت ليها شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. راجلها مازال ما مقتنعش وما متيقش هادشي، كيقول لها شوفي راهي كتبقاي بوحديتك والظلام، واصلا حنا عندنا الدار مره كتقطع فيها الضوء، فراه هادشي عادي. شوفي ما تبقايش تفكري في هاد المسائل وبلا ما تخلعيني معاك حتى انايا. قال ليها منين غندوزو وقت طويل فراه غنولفوا الامور هنايا وهادشي راه عادي، ما كاين مناش تخافي. راك اسيدي لغت ليه راجلها عاوتاني مشى للخدمه. هو كيرجع مع ديك 6 د العشية ل 5 ديال العشية، هي قبل بشوية تكات نعس ويديها النعاس، وهي تحس بشي واحد دخل عندها للبيت وتشكى في الناموسية وقرب لصق عليها بزاف، يعني لصق من مورا ظهرها. هي عند بالها راجلها، فجأة كدور ما كتلقى حتى شي حاجة، مع تخلعات ناضت كتجري ويتسمع الصوانات في الباب ويجي راجلها في ديك اللحظة. قال ليها مالك شك مخلوعه؟ قالت ليه واش ما كنتيش في الدار قبيله؟ قال لها انا يلاه جيت. قالت لي شوف ما تضحكش معايا، الا كنتي دايرها بالعاني قول لي شنو كاين. السيد بقى كيضحك وفي نفس الوقت تعصب. قال لها وحنان واش انتي هبيله؟ واش حماقيتي؟ انا يلاه جيت، راه انتي اللي حليتي لي الباب دابا. قالت ليه شنو وقع. راجلها بقى كيشوف وما بغاش يخسر لها خاطرها، وفي نفس الوقت ما بغاش يكبر الموضوع. وقال لها شوفي اجي واحد النهار غنعيطوا شراقي، غنجيبوه للدار يقرا القران يدير اللي عليه، ماشي الا كانت شي قوه شريره هنايا تحيد. قال لها ان شاء الله يكون خير، ما تبقايش معمره راسك بهذا الشيء. صافي ودوزوها. اجي لي الليله اللي راجلها غادي يامن وغيتيق هاد الشيء صحه. واحد الليله جالسين شادين واحد الفيلم كيتفرجوا نورمال، القطيطه ديالهم حداهم، هما جالسين كيشاهدوا واحد الفيلم. شويه هما يسمعوا واحد الزدحه مجهده ديال واحد السرجم ديال الخشب عندهم في البيت الاخر، هما ينوضوا كيجريو حل الباب ديال داك البيت اللي خرج منه داك الصوت. فاذا به كيلقى السرجم كيتزدح في الحيط وكيعاود يرجع، كيتزدح وكيعاود يرجع، رغم ان السرجم اللي على برا ديال داك البيت مسدود وما كيدخلش منه الريح. شكون كيحرك داك السرجم؟ مشى راجلها ويشد داك السرجم وحاول يثبتو ويخليه في بلاصتو. اين فوا حطو بحال هكا صافي ولا الكالم، ويسمع الغوته ديال مراتو دار، شافها بحال شي واحد جرها من شعرها وطيحها. هنا راجلها كيتلقى بواحد الغوته وكيتخلع، حتى القطه هربات. هنا هو امن وتيق بان شي حاجه كاينه. تم قال لها شوفي غنخويو هاد الدار وغادي نمشيو، كل واحد غيمشي لدارهم، انت غتمشي لدار باك وانا غنمشي لدارنا، ريتا ما لقاو شي دار احسن من هذه ومزيانه ونسكنوا فيها. داكشي اللي داروا، هي مشات لدار با وهو رجع لدار عائلته، كل واحد عايش في دارهم كيف قالوا هما وكيف اتفقوا. وحنان كانت كتواجه واحد المشاكل، وفين ما كطيح فين ما كتوقع شي حاجه اللي كبيره كيعيطوا لراجلها وكيكون حاضر. حنان ان فوا كدوز من حدا المرايه كتلمح شي حاجه كحله بحال شي ظل لاصق فيها. راجلها ولاو عنده مشاكل كبيره في حياته، النحس، الفقر، ولاو ديما مدابزين، يعني المشاكل والامور السلبيه كامله تصبات عليهم. ليومنا هذا مساكن باقي مزوجين، وباقا حنان كتعاني من نفس المرض ومن نفس الاشياء، وباقا كطيح وباقي كيوقع عليهم نفس الامر. واخا لقاو دار اخرى فنفس الامور كتوقع، لان المشكل ماشي في الدار، المشكل فيها هي. وهادشي كامل بسبب خطأ بسيط دارته فاش كانت صغيرة غير واحد شوية. يعني هنا العبرة ما تقراش اي كتاب وما تحاولش تقرا اي حاجه انت ما فاهمهاش وما عارفاش ديالاش. راه تقدر تقرا شي حاجه او شي مخطوطه او شي طلاسم انت ما عارفهمش شنو كاينيو، وهذاك الطلسم الصغير اللي متكون من نص صفحه او جوج سطوره فراه يقدر يكون طقس من الطقوس او شي حاجه اللي كتخلي الجن يحضر. وهذا خطأ كبير، ما تبقاوش تمشيو دوك الكتوبه. وكاين هذه القصه اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في القصه القادمه.